مهنه القلاص. هذه المهنه هي اللي توارثينها احنا عن الاجداد ابائنا وجدي. هذا قبل شط العرب كانت مليانه سفن تراثي خشبي، وهذا احنا نعتبرها تراثيه حاليا لان هسه ما موجود، كلها فايبر جلاس حديث. لكن سابقا هذه كان هي المصدر الرزق لاهل البصره، مثل ما كان الباصل الخشب. نعم، فكانوا هذا ينقلون به كندل، كندل يجي من الهند، يجي من التمر يطلع من البصره، يطلع الباقي دول الخليج، يطلع حتى يوصل للهند. زين، ينقلون به الاسماك، المواد الخوص اللي يسوونها اهل البصره قبل تطلع منا، كانت من البصره تروح كافه البلدان العربيه خصوصا دول الخليج. فاحنا هذه توارثناها اللي هي احنا ديوانيه صناعه السفن، فتوارثناها ابا عن جد. فحبينا احنا نشارك بهذا الشارع حتى الناس تشوف الشغل التراث مالتنا واللي هو ينتمي للبصره وحضارتنا. هنا البصره، هنا البصره، على الدرب وعلى الخضره، هنا البصره، هنا البصره، نخل والماي والقمره، هنا البصره، هنا البصره، حلات ربوعنا الخضره، هنا البصره، هنا البصره، نخل والماي والقمره، هنا البصره، هنا البصره، حلات ربوعنا الخضره، هنا البصره، تظل حلوه وخليجيه جميله 100%، تظل حلوه وخليجيه جميله 100%، بلم اهل الخليج تحفظ العشره، بلم اهل الخليج تحفظ العشره، هنا البصره، هنا البصره، نخل والماي والقمره، هنا البصره، هنا البصره، على الدرب وعلى الخضره، هنا البصره. نخل والماي والقمره، هنا البصره، هنا البصره، حلات ربوعنا الخضره، هنا البصره، هنا البصره، نخل والماي والقمره، هنا البصره، هنا البصره، على الدرب وعلى الخضره، هنا البصره، تظل حلوه وخليجيه